اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة الخميس وكنا متجمعين عند والدتي والعيال طلبوا ياكلوا بيتزا واتبطروا على الأكل وقالوا لا مش عايزين صينية بطاطس ولا رز، احنا عايزين بيتزا. اشترينا يا ماما من أي مطعم بيتزا. قلت لهم لا، على مين؟ أنا هعمل لكم أحلى بيتزا جلاش بإيدي، هتاكلوها وهتاكلوا صوابعكم وراها. أنا عندي لفة جلاش بلدي وعندي طماطم وفلفل وزيتون أسود وجبنه بيضه وجبنه رومي، وهعمل احلى صينيه. حضرت صينيه وحطيت فيها سمنه وحطيت فيها الجلاش اهو، يعني جلاشتين، يعني ايه، ورقتين تمام كده. واحط شويه السمنه وارجع تاني احط ورقتين جلاش تاني، وهستمر على كده لغايه لما اخلص نص اللفه، لان انا باخد نص لفه في ارضيه الصينيه ونص لفه فوق وش الصينيه. تمام كده. بس انا طبعا عشان بصور بايد واحده ومفيش حد بيصورني، فما كنتش عارفه امتلك قوي ان انا هوريكم يعني بالتفصيل. انا هحط رق الجلاش ده وهكمل وهتشوفوا معايا، علشان خاطر انا زي ما انا قلت لكم بصور بايد واحده. انا بتني من ناحيه ومن ناحيه، يعني المره دي تنيت من الناحيه اليمين، اتني من الناحيه الشمال. تمام كده. وحطيت الطماطم والفلفل، ودلوقتي بقى هنزل بالزيتون والجبن. ودي بقى احلى واسهل بيتزا واطعم واجمل بيتزا ممكن تاكليها، ولا بعجن ولا بفرد ولا دقيق ولا خبيز ولا الكلام ده خالص، ولا تاخد وقت خالص ولا تخمير ونجحت لا ما نجحتش. لا، دي اطعم واحلى بيتزا ممكن تاكليها. بيتزا سهله جدا وطعمها بجد خرافي، طعمها رائع. ولما الولاد اكلوها عجبتهم قوي. حطيت الجبن طبعا زي ما انتوا شفتوا، الزيتون والجبنه البيضاء والجبنه الرومي. وحطيت الطماطم والفلفل في النص زي ما انتوا شفتوا. بس انا هقطعها، بس مش هتشوفوني وانا بقطعها، انا شاورت لكم بالسكينه عشان طبعا التصوير كنت بصور بايد واحده لوحدي. حضرت بيضتين وكوبايه لبن زي ما انتوا شايفين وطبق، وهكسر فيه البيض واقلبه كويس واحط له شويه ملح وفلفل وانزل عليه في الصينيه. تمام كده. وطبعا ولا بيكنج باودر عشان يعليها ولا الكلام ده خالص، هي مش كيكه يا جماعه. عشان انا بشوف ناس بتحط معلقه بيكنج باودر، الكلام ده مش مظبوط، هو ده اصلها. تحفه بجد والله، بجد عن تجربه هتعجبكم جدا لما تجربوها. واحط بقى من فوق الوش شويه زيتون وشويه فلفل وشويه طماطم، ويا سيدي على الحلاوه. اتفرجوا بقى على الجمال والطعم التحفه، طعمها خيالي. وهدخلها في الفرن على حراره سخنه. وطبعا هفضل متابعاها لما هتخرج من الفرن، هغطيها بفوطة علشان ما تنشفش مني وتفضل طرية. بجد بجد هتعجبكم جدا وطعمها خرافي. بصوا انا دلوقتي كده كنت بحط الطماطم زي ما انتوا شايفين. على فكرة تقدري تعمليها في حشوات كتيرة جدا، يعني تقدري تحطي لها فراخ مع الجبن، تقدري تحطي لها مشروم، تقدري تحطي لحمة مفرومة، تقدري تعمليها بالتونة، والله زي بتاعة الشارع، واحلى واجمل واطعم بكتير جدا. على الاقل دي حاجة معمولة في البيت وحاجة سهلة وحاجة انت اللي عاملاها وانت اللي ضمناها. اديني كده عملتها، بصوا شكلها اصلا قبل ما تدخل الفرن شكلها واو، يفتح النفس. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم، ولا عجن ولا فرد. ادي كده لما طلعت من الفرن وانا غطيتها، بصوا شكلها عامل ازاي، تحفة ولونها جميل ازاي، والحاجة موجودة عليها هي ولا وقعت من عليها ولا اي حاجة. وهقطعها دلوقتي معاكم وهتشوفوها هي ازاي مرتفعة وازاي طرية وتحفة وجميلة. والولاد كلوها وانبسطوا منها قوي وقالوا لي اعملها لنا دايما وباستمرار. بصوا شكل الجبنة. وعلى فكرة كمان ممكن لو عندك موتزاريلا تحط لها، هتمط كأنها زي البيتزا بالظبط، تحطي من فوق الوش وتحطي في النص. انا كنت حاطه الجبنه الرومي في النص وكانت بتمط والله، وكانت تحفه. بجد بجد هتعجبكم لما تجربوها. بس اذا عجبتكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد من قناه يوميه الست البيت.